ازيكم يا جماعة، إيه الأخبار؟ الحقيقة في كده موضوع لفت انتباهي. حابة أتكلم فيه، اللي هو في كده نوعية محتوى على اليوتيوب، أو فيديوهات بشوفها يعني على اليوتيوب. آم، اللي هو إيه، بنت تقولك مثلا إيه: إزاي تخلي أي واحد في الدنيا كلها يعجب بيكي، إزاي تلفتي نظر الكراش، ازاي تخلي مثلا جوزك خاتم في صباعك، وتبدأ تحط لك مواقع، المواقع التواصل الاجتماعي بتاعها على كل بقى كل البلاتفورمز بقى، اليوتيوب والانستجرام والحاجات دي كلها، وتقول لك للاستشارات الخاصة راسلني على الايميل ده، او تحط رقم او whatever يعني. اوكي، يعني اليوتيوب انت براحتك، هو يعني بلاتفورم مفتوح لكل الناس. حط الفيديوهات اللي انت عايزها، محدش بيقول لك لا. انا بس بقول يعني يمكن حد يستفيد من الكلمتين اللي هقولهم دول، او يمكن لا، ما اعرفش، بس انا هقول يعني واجري على الله. اولا الموضوع ده هو بالنسبه لي انا، على فكره انا مش هنكر ان الفكره دي زقزقت في دماغي ان انا اعملها مره. بس كنت عايزه اعملها تفسير احلام، مش اللي هو خبيره عاطفيه، لا، كنت عامله اعملها على تفسير الاحلام يعني. وستيل الحلم ده لسه عندي، يعني ربنا يسهل. طيب يا جماعه الخير، اي حد على اليوتيوب including me بما فيهم انا، بيعمل يعني فيديوهات على اليوتيوب، بيبقى هدفه او جزء من هدفه او الهدف الاساسي بتاعه هو الربح من الاعلانات اللي هتيجي على الفيديوهات، اللي بتتحط على الفيديوهات بتاعتك. وبالتالي احنا يهمنا ان انت تعمل كليك على الفيديو بتاعي او بتاع اي حد يعني. بس ده بيبقى هدفنا الاساسي. شوف اي حد على اليوتيوب بنسبة 100% عنده الهدف ده، بما فيهم انا. خلاص يعني حط اللي انت عايزه على اليوتيوب، لكن انا عايزاك انت كمشاهد بتعمل كليك على قناة، انت ما تسلمش دماغك للي بتتكلم، سواء انا او غيري. انت تعدي الكلام اللي بيتقال طالما اخترت انك انت تتفرج على اليوتيوب وتتعلم منه. مع ان اليوتيوب ده انا بالنسبه لي هي حاجه انترتينمنت، مش يعني للتسليه. لكن لو انت قررت ان انت تتعلم منه حاجه، اي حاجه يعني سكين كير، ازاي تتعلم على الاكسل، اي حاجه، فانت لازم تعدي الكلام على دماغك الاول قبل ما تبتدي تنفذه. لازم تعديه على فلاتر في الدماغ، الكلام ده يناسبني ولا لا، مرجعيته تناسبني ولا لا، لو اقتديت بيها يعني هبقى ناجح زيها. كل دي المفروض ان هي حاجات انت بتحطها في الاعتبار قبل ما تقرر انك انت تطبق النظرية بتاعتها او بتاعته يعني. النوع ده من الفيديوهات الحقيقة انا مش عارفة، يعني هي متسابة، هو مش معروف ده هي دي يعني خطبة، ولا ده موقع تعارف اونلاين، ولا هي مثلا درس علم العلاقات مثلا تقدري تستفيد. هي متسابة كده، ما تفهميش هي بتتكلم كده على اساس ايه يعني. بالذات ان اغلبهم يعني مش اغلبهم، يعني هو الحقيقة كلهم بيبقى كل هدفهم الكليك اللي على الفيديو بتاعهم. لان مثلا في منهم اللي مهاجر بره مصر، فهي طبعا محتاجة الدولارات عشان تصرف على نفسها وعلى اولادها اللي هم معاها. في مثلا اللي متجوزها فيهم حد مش مسلم، فهي مثلا عايزه تشتري عربيه او شقه في مكان ما، فجوزها مقرط عليها في المصاريف، فلا خلاص هبتدي انا اعمل فيديوهات في اليوتيوب وافتي الاقي ناس هبله يعني انا اسفه هتسمعني. ودي والله العظيم بمجرد ما تعمل الفيديوهات اللي هي عايزاها، مش هتشوف وشها غير في ميعاد القسط. والله العظيم ما هتشوف وشها غير في ميعاد القسط اللي هي اللي عليه الدور انه يدفع يعني. فانا عايزه اقول اسمع زي ما انت عايز، بس يعني شغل الدماغ شويه، ما تاخدش كده كل الكلام. واعرف ان زي ما قلت لك كل الناس اللي على الميديا هدفها الربح من الاعلانات اللي على صفحه المشاهده بتاعتها. يا جماعة البني آدمين يعني كل واحد ليه بصمة مختلفة. سين غير صاد غير عين، اللي يمشي مع ده مش اللي هو يمشي مع ده، مش هو اللي يمشي مع ده. كل شخصية سواء بنت أو ولد، كل إنسان ليه شخصية مختلفة يعني. انت كل الحكاية ان انت بس
تدرسي الشخص اللي قدامك وتشوفي ايه اللي بيتناسب مع دماغه ايه اللي مش بيتناسب، بس الموضوع simple like that يعني. لكن علشان حد يطلع ويقول لك مثلا مجموعة من المعايير طبقيها على اي حد، فيش الكلام ده. يتكلم ويقول كلام والله العظيم 3/4 ويضحك يعني. فعشان كده انتوا اي كلام من الحاجات دي لو سمعتوها عدوها على الفلاتر بتاعة دماغكم، ويستحسن ان انتوا ما تسمعوهاش والله العظيم. يعني يا بنتي رزقك هيجيلك وانت رزقك هيجيلك، فما تشغلش دماغك. الفرج بيجي في فهمته ثانية يعني. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا سمعتها برضو، واحده بعت لها مسج مثلا وهي نزلتها ستوري، فواحده بعت لها رساله بتقول لها انا خطيبي سابني ودلوقتي عايز يرجع لي، اعمل ايه؟ هو السؤال ده محدش يجاوب عليه خالص، محدش يقدر يجاوب عليه غير اللي بعتت الرساله هي الوحيده اللي تقدر تجاوب عليه اذا كان ينفع ترجع له ولا لا. لكن هل اللي هي بعتها لها دي تقول لها لا قرري انت من نفسك؟ لا، ازاي؟ لا، لازم هي تفتي وتقول. تقوم تقول لها ايه بقى؟ ارجعي له. حلو جميل يعني، يا بخت من وفق راسين في الحلال، ماشي ارجعي له يا ستي. تسكت على كده؟ لا والله ما تسكتش، تقول لها ارجعي له وبعدين سيبيه. يا بنت الحلال ده كلام؟ عارفين اللي هو نغير عليه ب1000 طيارة في الغارة الواحدة عشان يحرم يعمل كده تاني، زي ما أمريكا عملت مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، نلقنه درس ما ينساهوش طول عمره. لا طب ما تقولي له توكل على الله وخلاص. على فكرة بمجرد ان انت تقولي له لا مش موافقة، ده برضو ده رد يزعل يعني. ده لو انت يعني بتفكري انك انت تزعلي اللي قدامك، لكن في الحالة دي انت هيبقى من حقك تقولي اه او لا، انما خداع وارجعي له وبعدين وسيبيه، يعني الحقيقة ده تفكير أبلسة يعني، بأي مرجعية قالته أنا مش عارفة. برضو من ضمن الحاجات اللي ضحكتني برضو، هي نفس البنت بتقول ايه، بتقول لها ايه، ان العيون بتقول كل حاجة، وفي لغة العيون بتقول كل حاجة. عيون ايه؟ ده احنا بنتكلم بالعامية والفصحى وما بنتفهمش. وبعدين معلش يعني لو اعتمدنا لغة العيون اللي هو مثلا افضل بصة لحد او حد باصص لي، ده ما بقتش يعني، بقى الموضوع مريب، ده ما بقاش موضوع محترم، ده بقى انتوا عارفين طبعا الكلام ده ينفع فين؟ ده ينفع هناك في جرسونيرا او في نايت كلاب، انما ما ينفعش ابدا في الحياة العادية يعني. فانت تحس ان الموضوع كله مريب وفيها حاجات مشبوهة. فالحقيقة انا اخر كلمتين هقولهم قبل ما اقفل الفيديو، عايزة اقول يا بنت الحلال، زي ما قلت، روحي استغفري ربنا احسن لك والله من ده كله. ولو انت عايزة تلفتي نظر حد، انا هقول لك الطريقة الوحيدة ان انت تلتفتي لمذاكرتك، هي دي الحاجة الوحيدة، ولو ليكي نصيب هتاخديه. بس هو ده اللي انا عايزة اقوله. شكرا واشوفكم في فيديو جديد.